الحياة فعلا مش عادلة. ناس اتولدت عندها فرص كتير، وناس تانية اتولدت بتعاني من قلة الفرص. ناس اتولدت بجينات كويسة، وناس تانية اتولدت بتعاني من أمراض مزمنة. فعلا اللي عاش كتير واكتسب خبرة هيعرف قد إيه الحياة مش عادلة. الحياة فعلا مش عادلة. أيوة، الحياة فعلا مش عادلة. ناس كتير اتولدت في حروب، وناس كتير اتولدت عندها أمراض مزمنة. ناس تانية بتعاني من قلة الفرص. ناس تانية بتعاني من الفقر. انت تقدر تخلي حياتك عادلة، تقدر تخلي حياتك مناسبة وفعلا تتعاش. حاول على قد ما تقدر بالإمكانيات الموجودة عندك. ما اقدرش اقول ان الناس هتقدر تحقق نفس النجاحات. في ناس اتولدت في بيئات فيها فرص كتير، ناس تانية بتعاني من الفقر. في ناس اتولدت بصحة كويسة، ناس تانية صحتها مش كويسة. لكن حاول تاخد كورسات. حاول تحسن صحتك على قد ما تقدر. حاول تروح لبيئة أحسن فيها فرص. فعلا أحيانا بتحصل حاجات كتير في الحياة غير متوقعة وما تقدرش تغيرها. زي مثلا ما يحصل تسونامي كده ويغرق ناس كتير ويموت ناس كتير، يأذي ناس كتير. فانت شايف الحياة عاملة ازاي؟ الحياة ما بتهتمش بأي حد. الحياة ما عندهاش أخلاق، الحياة عديمة الأخلاق. في ناس كتير بتبقى فاكرة إن الحياة عندها أخلاق، لكن ده مش صحيح. بيحاولوا يخلوها تمشي دايما زي ما هم عايزين، وده برضو مش صح. لما تحصل حاجة غير متوقعة وفعلا ضرتك ضرر كبير، تقبلها عادي جدا. تقبلها عادي جدا. هل انت بتبقى عايز تنتقم من الحياة؟ او هل انت عايز تعمل حاجة في الحياة، او خلاص تبقى عايز تخلص عليها؟ اكيد لا. لو كانت الحياة فعلا عندها اخلاق، فهي لازم تعتذر لكل الناس اللي اتولدوا بامراض مزمنة، وكل الناس اللي بتعاني من مشاكل مادية وفقر وقلة فرص. ما تستناش من الحياة اي حاجة، ولا تستنى منها اي عوض ولا اي حاجة. انت قوم وحاول تخليها عادلة على قد ما تقدر. حاول تخليها كويسة على قد ما تقدر. عيشها بأحسن شكل على قد ما تقدر. أنا مش بقول الكلام ده كله علشان الشخص يعيش في دور الضحية ويبقى كسلان، لأ. لازم تقبل أي حاجة أنت ما تقدرش تغيرها، وحاول تخلي الحياة عادلة وكويسة وجميلة على قد ما تقدر. أنا بخليك تشوف الصورة الكاملة. بفتح عينيك على حاجات أنت ما كنتش شايفها قبل كده، ما كنتش واخد بالك منها قبل كده، علشان لما تيجي تخطط حياتك تخططها صح. ازاي تخلي خطتك مناسبة للظروف اللي حواليك. وعلشان الفكرة تبقى واضحة أكتر، تعال نشوف مثال. عندك مثلا في مجال التمثيل، أولاد الممثلين بيتولدوا اوريدي كاسبين السباق أو كاسبين الماتش 3-0. بتبقى فرص دخول المجال متاحة قدامهم وأسهل قدامهم أكتر مثلا من الشخص العادي. اي حد من بره المجال بيلاقي صعوبة في ان هو يدخل المجال، وبيحاول، ممكن يفضل يحاول لسنين علشان خاطر يعرف يدخل المجال. يعني علشان يوصل لنقطة البداية في السباق لازم يعمل مجهود بس علشان خاطر يوصل لنقطة البداية بس، وبعد كده يدخل السباق ويجري ويتسابق مع باقي الناس. بس ده ما يقللش من فكرة المجهود. لازم طبعا تنمي مهاراتك باستمرار، وتتعلم وتشتغل على نفسك وتاخد كورسات. لازم تكون نظرتنا متوازنة، نشوف الموضوع بشكل متوازن. لازم تشتغل على نفسك، وفي نفس الوقت تعرف ازاي تدخل المجال. ده ينطبق بقى على اي مجال في الدنيا، تمثيل، رياضة، هندسة، طب، ايا كان. حتى لو واحد من ابناء العاملين ده دخل مجال التمثيل وما اشتغلش على نفسه كفاية ولا طور من مهاراته، بعد فترة هتلاقيه وقع ومحدش بقى بيتابعه ولا بيشوف اللي هو بيعمله. وواحد جاي من بعديه وطور مهاراته وشغال كويس جدا، هيسبقه، والناس هتشوف أعماله ويفضل فعلا مكمل مع الناس ومكمل في المجال وناجح وبيحقق نجاحات. فمش معنى ان واحد دخل المجال بسهولة ان احنا نقلل من قيمة ان الواحد يشتغل على مهاراته، لا. لازم نبص للموضوع بطريقة متوازنة. اعرف ازاي تدخل اي مجال، لان ده مهم جدا جدا جدا، زي تطوير المهارات بالظبط. اي مجال مقفول بالواسطة او قايم على الواسطة والمحسوبية والشلالية، حاول تلاقي اي طريقة ايا كانت انك تدخله.
ما تقولش ده مقفول وخلاص، أو مش هدخله إلا بواسطة وخلاص. لأ، حاول تلاقي أي طريقة. ثانية واحدة، ثانية واحدة، العدالة الحقيقية مش هتيجي من الحياة ولا من أي حتة. العدالة الحقيقية بتكون نتيجة أفعالك، الحاجات اللي انت بتعملها. الإنسان الكويس اللي بيعمل حاجات كويسة بيفضل عايش في أمان، وبتفضل الناس موجودة حواليه وبتحميه من كل حاجة وحشة، وبتفضل الناس موجودة حواليه وبتحميه من كل حاجة مش كويسة. لكن الفاسد أو المجرم أو البلطجي أو أيا كان، على المدى البعيد بينضر. بيجي مجرم زيه أو فاسد زيه أو بلطجي زيه ويأذيه ويضره. الفساد بيحقق مكاسب أو بيكسب على المدى القصير والمتوسط، بيحقق مكاسب، لكن على المدى البعيد بيخسر، لازم بيخسر. فمهما كان الفساد قوي لازم بيخسر في النهاية. الحياة دي يا جماعة عاملة زي السفاح اللي شكله طيب، تلاقي طبيعة حلوة وأنهار وشلالات وشجر وسما وعصافير بتصوصو، وفي نفس الوقت حيوانات بتفترس بعضيها، تسونامي، زلازل، براكين، جرائم قتل وسرقة وعنف وحروب، فقر ومعاناة وأمراض. يعني بجد الحياة كده شكلها جميل وحلو، حاجة حلوة كده، بس في نفس الوقت ممكن تسبب كوارث. فخلي بالك كويس، الحياة غير متوقعة. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.